$476 في اول 3 شهور من تسويق المنتجات الرقميه على منصه امباكت. الصفحه اللي قدامك دي هي صفحه الداشبورد اللي انت بتتابع عليها كل شغلك وارقامك ومبيعاتك على المنصه، وزي ما انت شايف معايا كده المبيعات النهارده $15. وبعدين عندك الجزء الثالث اللي هو البالانس، ودي الحصاله اللي بتجمع فيها كل المبالغ الصغيره اللي بتتحول من البندنج. 188 للحساب بتاعي و$12 اتخصموا مصاريف للتحويل. انت ممكن تحول الارباح بتاعتك على اي حساب فاتحه في اي بنك في مصر من غير اي مشاكل. ايه هي اصلا منصه امباكت؟ تعال بقى نروح للنقطه دي واقول لك ايه هو اصلا مفهوم المنتجات الرقميه. لا شحن ولا توصيل ولا جمارك، انت ممكن تبيع لاي حد في اي حته في العالم وبياخد المنتج وقتي. تاني حاجه، العموله مستمره معاك طول ما العميل بيدفع، عمولتك $15. طيب يا عم احمد، يعني هو كل حاجه حلوه كده؟ مش معقول، المطب فين بقى؟ فانت هنا انسب حاجه تختارها علشان تتقبل على طول في المراجعه هي كرييتور. كده احنا فهمنا يعني ايه منتج رقمي، وشرحنا الفكره العامه لمنصه امباكت وعملنا عليها الحساب ومستنيين المراجعه. السلام عليكم اجمعين مشاهدين ومتابعين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الجزء الثاني من سلسله التسويق بالعموله على موقع امباكت، وطبعا انت لو فاتك الجزء الاول لازم تروح تشوفه وبعدين ترجع لنا تاني. في الجزء الاول شرحت لك الفكره العامه لمنصه امباكت، وشرحت لك يعني ايه منتجات رقميه، وقلت لك ايه المميز في تسويق النوعيه دي من المنتجات. ومش كده وبس، لا ده كمان اخدتك لفه في الاكونت بتاعي اللي انا اشتغلت عليه في ال3 شهور اللي فاتوا، وشاركتك المبيعات والارباح والارقام، وكانت كل حاجه على عينك يا تاجر. واخر حاجه عملناها مع بعض في الفيديو اللي فات اننا عملنا حساب على موقع امباكت، ووقفنا عند الجزئيه بتاعت مراجعه الحساب علشان يتقبل. تعالى بقى ما نضيعش وقت وندخل على طول في الفيديو بتاع النهارده. بعد ما عملنا الحساب مع بعض الفيديو اللي فات، وصلني ايميل من الموقع بعدها بيومين تقريبا بيقول لي الحساب بتاعك اتقبل وجاهز للشغل. وكده يبقى فاضل لنا خطوتين قبل ما نبدا شغل على الموقع. اول خطوه اننا هنروح نفتح الاكونت بتاعنا من خلال الميل اللي وصل لنا علشان نستكمل تفعيل الحساب. والخطوه الثانيه اننا هنحدد وسيله الدفع اللي احنا هنقبض بيها الارباح من على الموقع. ويلا بينا نشوف الخطوتين دول ونرجع تاني. طيب اول حاجه هنروح نفتح الايميل اللي وصل لنا من الموقع. هتلاقي الايميل بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده، وهتلاقيه بيقول لك مبروك، الطلب بتاعك اللي انت قدمته علشان تنضم لموقع امباكت مقبول، ومن دلوقتي ممكن تتواصل مع الشركات والبراندات اللي انت عايز تشتغل معاها علشان تبدا الشغل. هنقول له تمام شكرا لحضرتك، وهنروح ندوس هنا علشان نكمل تفعيل الحساب بتاعنا. هيوجهك على طول على الموقع وهيدخلك على الصفحه دي علشان تعمل ساين ان بالميل والباسورد اللي انت كنت عاملهم في التسجيل. وبعدين كالعاده هيبعت لك كود على الموبايل بتاعك، هتكتب الكود وتكمل. وادي صفحه الداشبورد بتاعتنا اللي انت هتبدا تتابع عليها كل شغلك وارقامك ومبيعاتك اللي هتعملها على الموقع. هتنزل لي بقى تحت على الشمال كده وهتدوس على ال3 نقط اللي قدامك دول، ومنها هنخش على سيتنجز. هيدخلك على الصفحه دي، هتنزل تحت شويه وهتخش على الخانه بتاعت البنك اكونت. هيدخلك على الصفحه دي، واول حاجه هتلاقيها في وشك كده ملحوظه بالاصفر ان اي تعديل هيتعمل على الصفحه دي بعد كده ارباحك هتتجمد لمده 48 ساعه لحد ما الموقع يتحقق من التعديل اللي حصل ده. من الاخر كده عايز يعرف ان انت اللي عملت التعديل ولا حد تاني. وبعدين بيقول لك اختار الطريقه اللي انت عايز يتحول لك عليها الارباح بتاعتك، ومديك طريقتين، يا اما تحويل على حساب بنكي يا اما على باي بال. لو اخترت ان انت يتحول لك على حساب بنكي، اول حاجه هتعملها ان انت تختار البلد اللي هي مصر، وبعدين تدخل بيانات الحساب بتاعك اللي هي رقم الحساب والسويفت كود. وطبعا في معلومه هو مديها لك هنا، بيقول لك ان مصاريف التحويل البنكي $12. ولو قررت ان انت تختار الطريقه الثانيه هتعلم على باي بال وبرده تدخل بيانات الحساب بتاعك. وفي حاله باي بال بيانات الحساب هي الميل اللي انت عامل بيه الاكونت. وبعدين تحتيها بيقول لك عايز تستلم الارباح بتاعتك كل قد ايه، ومديك طريقتين. اول حاجه ان انت تحدد مبلغ معين لما ارباحك توصل له وتتحول اوتوماتيك كلها على الحساب، بس حط في دماغك ان التحويل الواحد ب$12. والطريقه الثانيه ان انت تحدد يوم معين بيتحول لك فيه الارباح بتاعتك اللي على الموقع ايا كان هي وصلت كام، وهنا بتختار ما بين يوم 1 في الشهر ويوم 15، وبعدين بتدوس سيف علشان يرجعك تاني للداشبورد. طيب كده احنا وقفنا على اول الطريق واخدين وضع الاستعداد علشان نبدا نتحرك في التراك بتاعنا. بس قبل ما ابدا معاك واقول لك ازاي هنشتغل على الموقع، اسمع مني الكلمتين دول علشان نبقى على ميه بيضه مع بعض. حضرتك داخل تتفرج على الفيديو ده علشان تتعلم ازاي تعمل فلوس اونلاين وانت قاعد في البيت، وانا واحد ليا تجربه بالارقام وريتها لك وجاي اشرح لك ازاي تنفذها. بس خلينا نتفق على حاجه كده من الاول، فكره ان انت تعمل فلوس وانت قاعد في بيتك وبالدولار كمان عمرها ما كانت حاجه سهله. فاللي انت هتسمعه مني ده صعب، بس انا جاي اجيب لك من الاخر علشان ما تحرقش وقت كتير. بص يا معلم، موقع امباكت فيه نوعين من المنتجات. في منتجات ملموسه زي الملابس والساعات والبرفانات والاكسسوارات وكل الكلام ده، ودي طريقه تسويقها معروفه وشرحناها قبل كده في سلسله امازون. هتعمل اكونتات على السوشيال ميديا، بنترست، انستجرام، الفيسبوك، التيك توك، وتبدا تنشر المنتجات بتاعتك.
وهتمشي في نفس الخطوات تقريبا، بس بدل ما هتجيب اللينك بتاعك من على موقع امازون هتجيب اللينك بتاعك من على موقع امباكت. فانت لو ناوي تمشي في السكه دي ارجع لسلسله امازون، هتلاقي شارح لك كل حاجه ممكن تحتاجها عشان تسوق نوعيه المنتجات الملموسه. بس خلينا بقى نروح للنوع الثاني اللي هو اصلا موضوع السلسله بتاعتنا، المنتجات الرقميه. ركز بقى معايا، المنتج الرقمي بيختلف تماما عن المنتج الملموس في طريقه تسويقه. يعني انا ممكن اكون قاعد بسكرول في السوشيال ميديا واشوف صوره لساعه عجبتني، شكلها حلو، الستايل بتاعها حلو، بتليق على الهدوم اللي عندي، فانا من الاخر كده اقتنعت بالساعه واشتريت، وخلاص كده الحوار انتهى في 1 2، شفتها عجبتني واشتريت. انما بقى لما تيجي تقول لي انا عايزك تشترك في موقع بيصمم فيديوهات بالذكاء الاصطناعي، اقول لك لا، ده انت الاول لازم تشرح لي الموقع، وكمان تعلمني ازاي استخدمه، وكمان توريني بعيني النتيجه اللي انا هطلعها، وبعدين تقول لي انا في استفاده هتطلع لي من ورا الموقع ده ولا لا، وبعدين نتكلم بقى في موضوع الاشتراك. وهو ده بقى الفرق بين انك تسوق منتج ملموس ممكن اصلا يعجب الناس مجرد ما تشوف صورته، وانك تسوق منتج رقمي. فانت لما تلاقي واحد جاي يقول لك ان انت ممكن تسوق منتج زي ده عن طريق ان انت تعمل منشورات على الفيسبوك او الانستجرام او بنترست، حتى لو اعلان ممول، يبقى انت كده بتشتغلني، لانك الاول لازم تفكر بعقليه المشتري اللي هيدفع فلوس قبل ما تبيع له. فمن الاخر بقى كده خلاصه الكلام في الموضوع ده كله، علشان ما تحرقش فيه وقت كتير، ولو فعلا كنت ناوي تشتغل وتعمل حاجه، هما طريقتين مالهمش تالت. اول طريقه ودي اللي انا جربتها وهي دي فعلا اللي انا بفضلها، ان انت تعمل محتوى. من خلال المحتوى ده بقى يا معلم انت تقدر تعرض المنتج بتاعك وتطلع تشرحه للناس وتعلمهم ازاي يستخدموه وتقنعهم بالاستفاده اللي هتعود عليهم لما يشتروا المنتج ده. وهي دي الطريقه اللي انا استخدمتها في المنتجين اللي اشتغلت عليهم في ال3 شهور اللي فاتوا، كانفا وانفيديو، والحمد لله النتائج كانت مرضيه جدا. تاني طريقه هتنفع معاك في تسويق النوعيه دي من المنتجات، وهي طريقه متجربه بس للامانه يعني مش مني، هي ان انت تعمل مدونه تخص المنتج اللي انت شغال عليه. والمدونه دي بقى بتكون عباره عن مقاله كده فيها شرح للمنتج اللي انت بتسوق له واهم مميزاته، وكمان ممكن تضيف عليها فيديوهات لطريقه الاستخدام وتحط امثله توضيحيه. بعدين تيجي في اخر المقاله كده تحط اللينك بتاعك علشان الناس تدخل على اللينك وتشتري بعد ما تقنعهم بالمنتج ده من خلال المقاله اللي انت عاملها. بص، هو الموضوع مش بالاختصار اللي انا قلته ده، بس هي دي الفكره العامه. يعني لو حابين ان انا اعمل لكم فيديو عن ازاي تعمل مدونه على النت، اكتبوا لي تحت في الكومنتات، ولو لقيت فيه طلب جماهيري عن الموضوع هعمل لكم فيديو قريب جدا عن الموضوع ده. بس لو جيت تسالني عن رايي هقول لك الطريقه الاولى هي الافضل والاسرع والاكثر فاعليه في تسويق النوعيه دي من المنتجات. طيب الحماس اخدك واتشجعت واتجرأت وقررت كمان ان انت هتبدا في الموضوع من دلوقتي، ايه اول خطوه المفروض تاخدها؟ اول خطوه واهم خطوه ان انت تختار النيش او المجال بتاعك اللي انت هتشتغل عليه. عندك مثلا مجال المونتاج والفيديو اديتنج وفيديوهات الذكاء الاصطناعي من اكتر المجالات اللي مطلوبه جدا في الوقت الحالي، وهتلاقي بقى في المجال ده برامج ومواقع كتير جدا ممكن ان انت تسوقها عن طريق المحتوى بتاعك، زي مثلا موقع الفيديو وبرنامج كاب كات. ولو قررت بقى انك تختار موضوع التصميم والتعديل على الصور، طبعا هتلاقي معاك موقع كانفا من اسهل وابسط المواقع اللي انت ممكن تسوقها في النوع ده من المحتوى. وخليك معايا في اخر الفيديو عشان في حاله عمليه في موضوع كانفا ده انا هعرضها لك. ولو كان بقى المجال بتاعك هو تصميم صفحات الويب والدومين والاستضافات وكل الكلام ده، مش عايز اقول لك كميه البرامج اللي هتلاقيها على موقع امباكت الخاصه بالموضوع ده بالذات. طب خد مثال كمان علشان الحبايب، بس مجال الترجمه واللغات الاجنبيه، ويا سلام بقى لو كنت مدرس، ممكن تسوق لكورسات اونلاين كتير جدا بتعلم اللغات عن طريق المحتوى اللي انت هتعمله. ودي شويه امثله بسيطه كده لبحر المجالات اللي انت ممكن تبدا فيها، المهم تختار اللي انت بتحبه ويناسبك. طيب بعد ما اخترت المجال اللي انت هتبدا فيه، بيبقى مطلوب منك ان انت تدرس المنتج بتاعك كويس قوي وتتعلمه وتعرف ازاي تستخدمه. علشان تفهم انا عايز اقول لك ايه، تعالى اديك مثال على نفسي. لما جيت عملت سلسله الذكاء الاصطناعي على موقع انفيديو، قعدت فتره كبيره جدا بتعلم الموقع وشفت له فيديوهات كتير لحد ما عرفت ازاي استخدمه. والحمد لله بعد ما عملت الفيديو ونزلته على القناه وحطيت لينك الاشتراك، جات لي اول بيع على الموقع في اول يوم. صدقني مش هتلاقي حد يقول لك الكلام ده عن نفسه وعن شغله وهو بيعمل ايه بالصراحه اللي انا بكلمك بيها دي. فيعني لو لايك كده وكلمتين حلوين في الكومنتات مش هتخسر حاجه. طب سؤال بقى مهم اعتقد ان هو بيدور في دماغك دلوقتي، هل المحتوى اللي انت هتعمله لازم تطلع فيه بنفسك وتتكلم مع الناس وتشرح لهم المنتج؟ خصوصا ان في ناس عندها مشكله في الحته دي. في الحقيقه بقى لا، مش لازم. تعال اوريك حاله عمليه ممكن تعجبك. القناه اللي انت شايفها قدامك دي هي قناه اجنبيه مش عربيه، عباره عن فيديوهات بسيطه لشرح التصميم على موقع كانفا، وكل فيديو هتلاقيه في القناه دي عباره عن شرح مهاره معينه من مهارات التصميم على كانفا. والفيديوهات زي ما انت شايف مش بتتعدى 3-4 دقايق. واحب اقول لك بقى ان صاحب القناه دي ما ظهرش ولا مره في الفيديوهات، مجرد تعليق صوتي على الخطوات اللي هو بيعملها. وخد دي كمان بقى،
في فيديوهات لقيتها على القناه ما فيهاش تعليق صوتي، مجرد موسيقى شغاله في الخلفيه. وخد المفاجاه دي بقى، القناه دي داخله على 40,000 مشترك، يعني عندها مشتركين اكتر مني ومفعله الربح وبيجي لها فلوس على المشاهدات. فكره قناه زي دي بقى هي ماده خام لتسويق اشتراكات موقع كانفا، وممكن يجي لك فلوس من الاشتراكات اضعاف ما هيجي لك من اليوتيوب نفسه. وده كان مثال عملي بسيط كده انا وريته لك علشان تفهم بس السكه اللي انا عايزك تمشي فيها. طيب ده كان الجزء الثاني من سلسله تسويق المنتجات الرقميه على موقع امباكت. في الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنتعلم مع بعض ازاي نقدم على اي شركه من الشركات اللي موجوده على الموقع، وازاي نكريت لينكات التسويق اللي هنشتغل بيها. وكمان هيبقى في جزء في الفيديو ده للاسئله بتاعتكم في اي حاجه تخص السلسله، سواء في الجزء الاول او الثاني. فلو عندك اي سؤال اكتبوا لي تحت في الكومنتات. وبس كده يا معلم، ده كان الفيديو بتاع النهارده. لو الفيديو عجبك انزل تحت دوس لايك، ولو لسه ما اشتركتش في القناه انزل اشترك دلوقتي وفعل زرار الجرس عشان تفضل دايما معانا على التراك. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.